استمرارا في الأنشطة التي دأبت الهياكل الأوطامية على تنظيمها كل موسم، نقف اليوم مع أولى أنشطة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. هنا كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير ينظم مكتب التعاضدية بإشراف من مكتب الفرع نشاط استقبال الطالب الجديد تحت شعار فعل طلابي وازن يرفض الاستبداد ويصنع التغيير. كعادة أعضاء تعاضدية كلية الآداب، حضور وازن ووقوف إلى جانب الدم الجديد في شرايين الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وخدمة وتفان في العمل. تمثل ذلك في توجيه الطلاب وإرشادهم وشرح خصوصيات كل شعبة على حدة للطلاب. ذلك أهم ما ميز أعضاء الهياكل الأوطامية. تخبط على مستوى التسيير، غياب تام لأطر الإدارة في عملية التوجيه والإرشاد، قرارات غير مسؤولة من طرف الإدارة. لذا لم يقف عمل الهياكل الأوطامية في حدود التوجيه والإرشاد فقط، بل كان النضال لانتزاع الحق المشروع والعادل حاضرا بقوة. نفاذا للصبر بفعل إغلاق عملية التسجيل من طرف الإدارة في وجه الطلاب الجدد، رفعت شعارات من طرف الطلاب بتأطير من مكتب التعاضدية من طبيعة الحال، منددة بهذا العمل المشين لكرامة الطلاب. ليتوج هذا الشكل باعتصام أمام الإدارة، شكل ضغطا عليها بفعل تضحية وصمود الطلاب إلى جانب مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لتستجيب الإدارة المعنية لحق الطلاب في التسجيل أخيرا. الرحمن الرحيم. تحية غالية عليكم في قناة الوطني الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
تحية كافة أعضاء الهيئة الوطنية داخل جامعة المنظرة من داخل كلية الأدب والعلوم الإنسانية بشكل خاص. فيما يخص عملية تسجيل كلية الأدب والعلوم الإنسانية، عرف الحضور الموجه لأعضاء مكتب تعاونية كلية الأدب والعلوم الإنسانية رغم سوء التدبير والتسجيل الذي شهد الكلية وإدارة الكلية. يعني هذا عانيناه عانت منه الكلية طوال السنوات، إلا أن حضور الهيكل الوطني يعني كان قويا جدا بكل توجيهاته وإرشاداته لكل الطلبة والطالبات الجدد لم يجدد في شهر الاتحاد الوطني حركة المغرب. نشكر بشكر خاص إلى أعضاء المكتب التعاونية يعني على المبادرين المسعين والموجودين في استقبالهم للطلبة الجدد وفي توجيههم وإرشادهم رغم المعاناة التي يعاني منها الطلبة مثل الإشكاليات التسجيل القبلي إضافة إلى غلق باب التسجيل في الأسبوع الثاني، إلا أن حضور أعضاء المكتب التعاوني كان وازنا يعني وفي ابتداع